السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدي قناة المعهد العالي للطيور. تحية طيبة لجميع المشاهدين. اليوم بإذن الله بغيت نهضر على واحد الخطأ كبير اللي كيديروا واحد المجموعة ديال المواليع للأسف الشديد، وهو بخصوص يعني بداية تزاوج الفراخ. هو بكل صراحة الطيور بني كما كنقولوا نحنا بني كتكون عندها واحد العناية خاصة، والمربي كيحاول يدير تنويع ديال الأكل إلى غير ذلك، فبلا ما كيحتاج يوصل لهذاك المرحلة ديال البريباراسيون كما كنقولوا لها، الطويرات كتوجدوا. وعلى سبيل المثال غادي نعطيكم هاد الإناث أنا عزلتهم هنايا بحكم أنهم كيقوموا بنتف ريش الإناث اللي مازال جايين في الجهوزية، لدرجة أن الطيور ديالي كاملة تقريبا تنتفات. فلهذا قمت بعزل هاد الإناث هنايا، هذه من جهة. ومن جهة أخرى بغيت نقول لكم أن هاد الإناث غير بالأكل اليومي العادي، ماشي بالخلطات من أجل التجهيز إلى غير ذلك، وصلوا لمرحلة الجهوزية. هادو كاملين في قمة الجهوزية، كاينه غير هذيك الوسطانية اللي عندها الباق في الغوز اللي مازال معطلة. أما هاد الخضراء وهاد الأنثى المجلجة أنثى جاهزة، دابا نحط لها العش تبدا تجمع. ولكن بحكم عارف الصعوبة اللي كتكون في هاد المرحلة، راه ما يمكنش لي ندير لي الفاج ديالي دابا. يكفي أنني نعزلها ونخليها بحال كون نبقى مهلي فيها ولو انها جاهزه، حيت ما يمكنش. حنا دابا حاليا غادي ندخلوا لواحد المرحله اللي غادا تبدا انخفاض في درجات الحراره، وكما كنقولوا باقا الليالي باقا يستمر بزاف. هذا غادي ياثر على الوليدات. هي بالنسبه للانثى راه ما عندها مشكل، راه غادا تقدر توجد، غادا تفرغ، غادا توكل، ما كاين حتى شي اشكاليه. وانما الفراخ الصغار اللي غاديين ياكلوا العصا كما كنقول، غتكون صعوبة كبيرة باش هذوك الوليدات يعيشوا. إلا لاحظتوا العام اللي فات، ماشي العام اللي فات ولكن العام اللي قبل منه، كانوا تقريبا جميع الإناث في شهر 11 كلشي مبيض كلشي مفرخ، ولكن لا برودكتيفيتي ولا كما كنقولوا الإنتاجية كانت ضعيفة. علاش؟ لأن كان ضايع مجموعة ديال الطيور. ولكن العام اللي فات اللي بدينا حتى لشهر 2 الحمد لله الفريخات اللي تزادوا بقاو عاشوا، ما كاين حتى شي اشكاليه. علاش؟ لان كانت الظروف جد ملائمه لهذوك الفراخ باش يكبروا، بحكم انني كنربي في البالكون، الهواء طلق، اضاءه طبيعيه، زعما ما كنديرش شي كما كنقولوا شي محفزات ولا شي حاجه باش نتاوي كيوجدوا، ولكن هما جاهزين. ولكن السر في ذلك هو انني كنحاول ما امكن كنخلي هذوك الاناث اللي غادي نخدم بهم انا ديال الاعشاش الاولى. علاش؟ باش الوقيته اللي نبدا نخدم كيكونوا واصلين لواحد لاج كبير، فوق 7 شهور 8 شهور 10 شهور. هاد الاناث كتكون ممتازه في الخدمه، ولو كيكونوا شنبورات، وانما كتكونوا في خدمتهم مزيانه. علاش؟ كيكونوا واصلين خايدين المرحلة ديال غيار الريش. ولكن أهم مرحلة هي مرحلة الراحة. راه خاص الأنثى على الأقل خاصها تدوز واحد 4 أشهر من وراء مرحلة غيار الريش. لا سالات في شهر 9، دونك شهر واحد 2 فاش تبدا خدام كتكون الأنثى بصحة جيدة، وكنلاحظوا فيها ان بدا كما كنقولوا بدات كتعرف واحد شويه ديال التشحيم، وذاك التشحيم راه مزيان بالنسبه للاناث. راه كنقولها وكنعاودها. كنشوف بعض الاخوان كيديروا فيديوهات بخصوص علاج ظاهره التشحيم الى غير ذلك. علاج ظاهره التشحيم بكل صراحه كنبقى نستغرب. علاج ظاهره التشحيم، واش التشحيم مرض؟ راه ماشي مرض. فعلا الطائر كيعاني من السمنه، غير هي ما خاصهاش تكون عاوتاني هذيك السمنه المفرطه. كيعاني من السمنه ما كاين حتى شي اشكاليه. راه ان فوا
كيجي المرحله ديال التجهيز، يعني كتشد هذاك الطائر والانثى كتعزلهم مع بعضياتهم وكيبقاو من كثره انه كيبقى كيغراد وكيزيد كيهيج، غير كتصبر عليه وشويه الخل التفاح راه صافي، راه كيولي الطير راه دغيا كما كنقولوا كيتمس. والانثى حتى هي راه غير كتبدا كتبيض العش الاول، راه هذيك التشحم كامل تقريبا كيمشي، لانها كتعرف هذيك المعاناه باش كطعم الوليدات ديالها باش فهمتي، لان راه حتى هي كيضيع منها، راه بحال هذيك الامراه اللي كتولد حتى هي راه كتحسوا بها انها كتضعف كتكافس. بني كتاخذ واحد الانثى اللي هي اصلا ضعيفه، راه بني كتجيبها وكتخدم بها وهي ضعيفه راه ما كتوكلش الولاد مزيان. هذه ديروها في بالكم. هذاك الشيء علاش كيكون يعني كيقول لك النسوه ما كتوكلش مزيان، لا راه ماشي ما كتوكلش مزيان، راه هي مسكينه ضعيفه ما عندهاش هذيك القوه الكافيه باش غطعم هذوك 8 الفريخات ولا 5 ولا صافي كدير بها عش ولا جوج صافي كتبان لك مشات وكتصدق لك واحد. ولكن راه هذه عن تجربه الاخوان، راه الانثى اللي كتكون يعني كتعرف شيئا ما من السمنه راه كتكون احسن من هذيك الانثى اللي كنقولوا حنا ستيلو ندير. هذه راه مساله تجريبيه، ما كنقولش ان هذيك راه ما خداماش، راه كاينين اناث اللهم بارك كيكونوا خدامين هي كتاكل مزيان سميتو، ولكن هذه راه عن تجربه. راه الانثى اللي كتعرف دائره التشحيم كما كتقولوا، راه انا اللي لاحظتهم كيكونوا اكثر يعني كيكونوا كما كنقولوا كيتهلاو في ولادهم اكثر مقارنه مع الاناث العاديات. فلهذا نصيحتي اليوم لكم هو حاولوا ما امكن، واخا تشريو اناث واجدين، راه كاينين بعض الاخوان خدوا من عندي اناث واجدين جاهزين سميتو، حاولوا ما تخدموش دابا، خليو تدوز هذه المده. على الاقل الانسان يبدا بالنسبه لي انا احسن فتره ديال التفريخ ان فوت تسالي الليالي تلوح الوليدات، نديرو في المثال تبقى لهذيك الليالي واحد 10 ايام بحال هكاك 15 يوم، وسط الليالي صافي يمكن لك هذيك الساعه تبدا تفرخ ما كاين حتى شي مشكل، باش منها الوليدات يتزادوا. يعني بني غتفوت الليالي غيكونوا نديرو في المثال يعني درجه الحراره بدات كترتفع، الاضاءه بدات كتزاد بالنهار، دونك غيكونوا ان شاء الله بصحه جيده. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه اليوم. كنتمنى هاد لا فيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. وهادو راه بعض الاناث يعني اللي دابا واجدين ان شاء الله، راه اصلا معروضين للبيع، كاين منهم اللي تخادوا كاين اللي مازال. هما الظاهره اللي قلت لكم قبيله غادي نشوفوا هاد الاناث يعني الحاله ديالهم كي دايره. يعني راه كاينين شي وحدين حتى عزلت هذوك الاناث هذه فاش ولاو يعني بداو كيجيبوا الريش ديال الديل ديالهم، اما كاملين كانوا مقطعين. دونك هادو هنا راه باقيين فيهم ذكور واناث باقيين ما عزلتهمش، وان شاء الله غادي نعزلهم باذن الله ونحاولوا نصنتوا اليوم اونصوم. راه دابا الا لاحظتوا راه كنلوح لكم واحد المجموعه ديال الفيديوهات ديال الطيور كتغرد، راه اللي هضر قبل ما كنخرجوا يعني كيتباع حتى كنسجلوا كنلوح لا فيديو ديالو. يلا اخواني اخواتي، تحيه طيبه والسلام عليكم ورحمه الله.